السلام عليكم حلال حلوين. مقطع فيديو اليوم راح يكون عن برنامج باب جات. وبحلقة اليوم راح نتكلم على واحدة من أفلام الكرتون اللي كنا بنشوفها زمان، والكرتون هذا هو عن كرتون مازنجر. طبعا كان المفروض إن يكون أعمل عن كرتون مازنجر بدل كان أول كرتون اتعمل قبل كرتون جريندايزر، بس عشان بما إنه كرتون جريندايزر كان فيها شخصيات زي شخصية دايسكي وكوجي وغيرهم من الشخصيات، لأنه بالكرتون مازنجر بيكون نفسه هو كوجي كابوتو، بيكون هو بطل كرتون مازنجر. طب هي أحداث الكرتون بيبدأ كيف؟ تبدأ الأحداث على مكان يكون يعني أشبه بقاعدة بحرية تخص المزدوج، فيها مبنى، والمبنى هذا كان المزدوج كان بيعمل فيها كل أنواع الوحوش الآلية. كان أولها يعني وحش آلي. طبعا بآخر الفيديو راح يكون بعض الصور عن الوحوش الآلية اللي صارت بكرتون مازنجر. المهم بالحلقة الأولى بيبان شخصيتين مهمين، شخصيتين هما جاد ماهر اللي هو كوجي كابوتو، والشخصية الثانية وهو الدكتور خيري. الدكتور خيري هو بيكون واحدة من بطلات كرتون مازنجر. بتدور الأحداث إنه جاد ماهر ويكون اسمه هو البروفيسور عبقري، بيكون هو اللي صمم المازنجر وحط فيه أنواع مختلفة من الأسلحة كأشعة الفوتون وغيرها. كان باللحظة الأولى يعني وخصوصا بالحلقة الأولى كان في لقاء صحفي بينه وبين الصحفيين، وكان معه الدكتور خيري. كان صمم جهاز صغير بيبين مدى قوة واحدة من أسلحة مازنجر، وهي نوع أشعة أتصورها هي أشعة الفوتون. اللحظة هذه يعني زي كيف يكون بعد ما يتم اللقاء ويقول لهم إنه هذا الأشعة بيدوب أي نوع من أنواع المعادن اللي حيصممها شو اسمه هذا اللي هو أبو الغضب. أبو الغضب هذا كان اسمه بالأساسي بروفيسور فيوري، وهو اكتشف مكان القاعدة وعملها تصليحات. كان وقتها يعني مكان زي ما بيقول مهدوم وخربان وغيره، ده غير الوحوش الآلية اللي كانت تشبه أيام جنود الرومان. أعاد تصليحها، وكان الهدف منه إنه هو كان يبغى زي كيف يكون اللي يقول هذا يستولي على العالم، كان هو هدفه. بعد ما تم كشف المؤامرة اللي كان هو يبغى يعملها، هنا فكر كل من البروفيسور عبقري والدكتور خيري يكون يصمموا آليين. طبعا احنا ذكرنا مازنجر، الآلية الثانية هي أفروديت، وأفروديت هذه هي اللي بتقودها بنت الدكتور خيري واسمها فاتن. وطبعا أفروديت هي كان عندها بس كان سلاح واحد اللي هو الصاروخ، يعني ما كان عندها سلاح ثاني غيرها، إلا مازنجر اللي عنده أنواع مختلفة من الأسلحة. وبسبب اللي صار هذا أبو الغضب أرسل مجموعة رجال لبيت جد ماهر البروفيسور عبقري، عشان
يخلصوا عليه ويقتلوه، لأنه كان عقبة قدام أهدافه. ببداية الأمور والأحداث اللي بتصير، كان المزدوج بيروح لبيت البروفيسور هذا عبقري، ويعني يكون طبعا بيعمل اتصال، بيكلم حفيده ماهر ويقولوا إنه هو عم بيتعرض للهجوم من قبل المزدوج. باللحظة هذه كان بيلتقي بأخوه، ويروحوا على طول لعند شو اسمه عند مكان بيت البروفيسور عبقري. وكان بيته فيها مكان خاص لحط تصميم أي نوع من التصاميم اللي كان ممكن يعملها. وكان التصميم الوحيد اللي عمله هو مازنجر، وكان جنب مازنجر طيارة صغيرة. كانت الطيارة هذه هي اسمها الحوامة. كان ما دايما بيركبها عشان يوصل لعند راس مازنجر. طبعا الحركة اللي كان بيعملها، كان بيعمل زي ما نقول دورة كاملة إلى ما يجي عند راس مازنجر، وبلحظة يكون ينزل. كان طبعا قبل ما تصير الأحداث هذه وكيف إنه ماهر يكون يركب الحوامة ويطير عند راس مازنجر، هنا بروفيسور عبقري بيوصيه إنه يقود مازنجر للخير، ما يستعملها للشر، وإنه ممكن بيستعملها بأحد السبيلين، إما الخير أو الشر، وهو فضل يقاتل الشر. وبآخر كلماته إنه كان يتمنى يشوف مازنجر يتحرك قدامه. وباللحظة هذه كان جد ماهر يفارق الحياة. هنا وقتها ماهر أقسم إنه يكون يقاتل ضد الشر عشان يحقق حلم جده وينتقم من قتلة جده. بعدها يروح عند الحوامة، يكون يشوفها ويركبها. لما بيحاول يقودها يعني طار فيها بالبداية إلى ما ارتفع لعند مكان جنب مازنجر، وكان بيحاول زي كيف يكون زي ما بيقول الواحد يكون يدرس الأزرار. كان بيجرب واحدة ورا الثانية. لما جرب واحدة أخذت الدور إلى ما وصلت عند راس مازنجر، لأنه بقي فوق راس مازنجر. لما ضغط أحد الأزرار الحوامة نزلت. طبعا النزلة كانت عنيفة، لأن كان ببداية التجديد. من بعد هذا كده كله صار ماهر بيقاتل كل وحوش المزدوج إلين يعني بالحلقات الأخيرة ما بيبان كيف الحلقة بتنتهي، لأنه بيقدر الواحد يقول إنه الحلقات الأخيرة اللي صارت يعني معارك مرة كتير قوية. منها بأحد الحلقات يكون حلقة عجيبة، يكون الإنسان الآلي اللي هو الوحش آدي اللي عمله المزدوج وأبو الغضب كان من أعجب الوحوش. وكان هذا الوحش هذا كان اسمه سبارتان. سبارتان هذا ما كان يحب القتال. كان لما خرج من القاعدة البحرية حقت المزدوج ما سوى ولا حاجة، راح لأحد الأماكن ورقد نايم مرتاح، ما سوى شيء. وهذا أغضب أبو الغضب لدرجة إنه يعني فكر إنه كيف ينتقم منه. بالنهاية ما صار حاجة، لأن سبارتان كان أصلا إنسان آلي مسالم. إلا إنه فجأة كان يعني بالحلقة هذه بيكون أخ ماهر اللي هو اسمه نبيل، كان بيحتفلوا فيه بيوم ميلاده، وكان بيقدموا له يعني قدموا كل شيء، طبلة وغيرها من هذه الحاجات. كان طبعا ببداية هذا نسيت أذكر شخصية مهمة، والشخصية هذا هو نفسه
اللي بان بكرتون جريندايزر، اللي هو كان طبعا كرتون مازنجر يكون اسمه رفيع، إلا إما إن بكرتون جريندايزر كان اسمه البوس. بالآخر لما بياخدوا الحاجات عشان يحتفلوا عند سبارتان، قعد نبيل يطبل على على الطبلة اللي كانت موجودة عنده. فجأة زي ما بيقول وقت غير إن فيها إنذار، سبارتان لما سمع صوت الطبلة، يعني ممكن نقول إنه سبارتان هذا زي يكون كأن يشبه أحد المقاتلين اللي كانوا موجودين بأيام زمان لما كان بيسمعوا صوت الطبول. الطبول هذه كانت دليل على قيام الحرب. وهنا فجأة اشتعلت عنده الرغبة بالقتال. فماهر وفاتن لما راحوا عشان يشوفوا إيش الأحداث اللي صارت وإيش السبب اللي خلاه يقوم فجأة معصب ويبغى يقاتل ويسوي كل حاجة. هنا أبو الغضب قال إنه سماع الطبول اللي كان بيسمعها كانت وقتها واحدة من الأحداث اللي كانت بتصير أيام زمان، كيف لما كانت بتصير الحروب بين الشعوب. وهذا كان السبب اللي خلى سبارتان فجأة يقوم ويقاتل مازنجر بدون يعني ما كان يستوعب اللي صار. هنا بالآخر هو بالآخر إنه فضل يكون ينهي حياته بنفسه. وكان في على ما يبدو إنه زي قنبلة أو شيء ما كان معروف. فجأة سبارتان انفجر قدام ماهر وأفوديت اللي وفاتن. كانت هذه بالضبط من أعجب الحلقات اللي صارت، ده غير حلقات كثيرة صارت بكرتون مازنجر وأحداث كثيرة مرة، لأنه في النهاية الخير بينتصر على الشر. وإن شاء الله بإذن الله نلتقي بفيديو جديد عن شخصية مرة كثير إحنا كثير بنحبها بكرتون الأفلام الكرتون القديمة. والشخصية هذه إيش راح تكون رح تعرفوها إن شاء الله بإذن الله الأسبوع الجاي. وللملتقى إن شاء الله بإذن الله يا حلوين. سلام.